ده اسهل واسرع واشيك غدا ممكن نعمله في نص ساعه. للبيكاتا بحب استخدم قطعيه لحمه فيها نسبه دهون زي الانتركوت، بيبقى طعمها احلى مليون مره من القطعيه اللي بيسموها بيكاتا. ما بعملش حاجه غير اني بتبلها بملح وفلفل اسمر من ناحيتين وادعكها كويس وبس كده. هسخن الطاسه كويس وانزل بزيت ومكعبين زبده، ولو بتستخدموا ستانلس نزلوا اللحمه على نار متوسطه اقرب للعاليه مش عاليه علشان ما تتحرقش. وعلى ما اللحمه تاخد صدمتها هكون بجهز المشروم. انا لا بغسله ولا بمسحه، انا بقشره وبعدين بمسح الحتت المكشوفه منه بمنديل وبس كده بيبقى زي الفل. والمهم ان احنا نقطعه قطع تخينه شويه علشان في الاخر بعد ما يستوي نفضل حاسين بطعمه. هقلب اللحمه على جنب تاني تاخد الصدمه، بتحتاج تقريبا 4 دقايق على كل وش. هشيلها على جنب في نفس الطاسه، احط بصلايه صغيره متقطعه صغير تقلبتين في الدهون، بعدين هنزل على طول بالمشروم اللي قطعناه وعليه زعتر، يفضل يكون فريش. في المرحله دي انا بحب اهدي النار خالص واغطي الطاسه 5 دقايق تقريبا، المشروم ينزل ميته ويسحب كل البهاريز اللي في الطاسه، وكمان علشان الزعتر يطلع طعمه الحلو. هضيف بقى 3 فصوص توم كبار واقلبهم لحد ما التوم بس تطلع ريحته. هلم كل ده بمعلقه كبيره من الدقيق، هقلب فيهم تقريبا دقيقه لحد ما الدقيق يختفي واتاكد ان هو خلاص استوى. هضيف كوبايه شوربه او مرقه وكوبايه من اللبن، اقلبهم في بعض كويس واتاكد ان الدقيق اختفى مفيش تكتلات. احط توابل ملح فلفل اسمر ومعلقه صغيره من المستردة بس كده. هرجع اللحمه تكمل سواها في قلب الصوص. ما تستعجلوش ان انتوا تحطوا اي حاجه تقل لون الصوص في المرحله دي. انا سبته 20 دقيقه تقريبا على نار هاديه وكان الصوص لونه تقل لوحده، بس لو عايزين يتقل اكتر ممكن صويا صوص، دبس تمر، او انا بفضل العسل الاسود، بيدي طعم خطير للبيكات. تتاكل جنب بطاطس بيوريه، خضار سوتيه، او رز ابيض وبس كده.